السلام عليكم، مرحبا بكم حبوباتي في وصفة اليوم أجي أطل عليكم بخبيزات محشين بحشو اقتصادي وبعجينة خفيفة قطنية ريشة. كما العادة حبوباتي، بسم الله والصلاة على المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله تلقاكم هذه الفيديو بخير وعلى خير أمتنين يا ربي. إذا بحرت لك واش طيبي ديري هاد الخبيزات يجي بزاف بنان ويولمو هاد الوقت. اول حاجه بديت بيها اللي هي الفلفله، درتها في الكوشات التشوى، انا ضعفت الكميه. وهنايا بعد ما تشوى لي هنايا الفلفله انايا نوجد العجينه هكا باش تخمر لي. جبت ريسيبيو درت فيه 2 كيسان تاع الماء يكون دافي، مغرف كبيره تاع السكر ممسوحه، مغرف كبيره ممسوحه خميره الخبز. من الاحسن متكثروش بزاف الخميره باسكو انا في فصل الصيف تخمر بالخف. وهنايا زدت معاهم 2 مغارف كبار تاع اللحظة، خلطت كل شي بالفوي. ومن بعد زدت معاهم هنايا 4 كاس تاع الزيت، نزيد نحرك. وزدت معاهم مغرف صغيرة تاع الملح معمرة، الملح حسب الرغبة. ومن بعد بديت هنايا نلم بالفارينة. الدفعة الاولى درت 2 كيسان تاع الفارينة، ومن بعد زدت 2 كيسان و4. هنايا الفارينة ديت لي كامل 4 كيسان و4. وعينك ميزانك كل وحده الفارينة تاعها، كاين اللي تشرب وكاين اللي لا. مع تالي هنايا زدت لها مغرف كبيرة تاع الزبدة باش هكا العجينة تاعي تبقى لي طرية. هنايا العجينة هذه ما درناش فيها كامل البيض. من بعد هنايا دلكتها مدة 3 دقائق هكا، دخلت كامل هذيك الزبدة في العجينة. المهم هنايا القوام تاع العجينة يكون طري يتلاصق شوية باش هكا تجيكم خفيفة، متقصحوش العجينة بزاف. من بعد هنايا غطي عليها وخليها تخمر. في الوقت هذا اللي تخمر فيه العجينة انا كن بعد ما تشويت لي هذيك الفلفله نديرها في ساشي مده 10 دقائق باش تتندى وتتنحى لي هذيك القشره. هنايا نقيتها كامل من هذيك القشره ونقطعها قطع صغيره، تبقى اختياريه. هنايا مع حبيباتها طماطم تكون متوسطه نقطعها ثاني، ولا تبغوا تسكرفجوها تبقى عندكم. هنايا في مقلة درت شوية زيت على نار متوسطة، درت هذيك الحبة تاع البصلة قطعتها على شكل الطول، خليها تتكرمل شوية. ومن بعد نزيد عليها الفلفلة والطماطم، زدت معاها هنايا مغرفة طماطم كبيرة مصبرة. وتوابل نحتاجو ملح وفلفل اسود، هذا واش نحتاجو. ومن بعد مرقتها في فنجان تاع الماء. بعد ما طاب لي الحشو زدت معاه 2 قواطع تاع الطو تاع الزيت بعد ما صفيتهم، و2 حبات تاع الفرماج، ونخلي الحشو تاعي يبرد. هنايا بعد ما تضاعف لي الحجم تاع العجينه ديغازيتها وقسمتها على 17 حبه صغيره. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. انا هنايا درت 2 كيسان مع هذاك خرجت لي كميه ما شاء الله. نتوما تبغوا تنقصوا في الكميه تبقى عندكم. هنايا نجيب وحده نفتحها هنايا على الفرينه بالحلال، فتحوها شويه رقيق باش هكا العجينه تاعكم تجيكم خفيفه ما تجيكمش معجنه. وندير الحشو في الوسط ونزيد معاه هنايا فرماج رابي. هنايا تبقى عندكم في الحشو شي تبغوا ديروا، انا عطيتكم فكره بسيطه واقتصاديه. ومن بعد نعبز عليها كامل، نجيب كامل هذوك الحواشي نلمهم ونحي هذيك الزياده. وهنايا هذا الشكل اللي نتحصلوا عليه خبيزات. جبت هنايا حبه تاع بيض، زدت معاه شويه خل وخلطهم بالباسو، ندهن كامل هذاك الوجه بالبيض، ونزيد معاهم هنايا السينوج وندخلهم في الفور يطيبوا. هنايا بعد ما تحمروا طابوا خرجوا ما شاء الله. هنايا الحبه كانت هذاك وين خرجتها من الفور. شوفوا الفرماج هذا كيفاش ذا فيها، والعجينه جات طايبه ما شاء الله وجات خفيفه ما جاتش كامل هذيك العجينه ثقيله. شوفوا ان شاء الله تعجبكم الوصفه حبوباتي، ما تبخلوش عليا بالجام والبارطاج. في وصفه اخرى باذن الله، بالسلامه.